سألتوني كتير كيف بحضر الباستو، كيف بحفظه لحتى يضل فريش ولونه أخضر كأنكم بعدكم عاملينه. بحفظه بحجمين وبرجع بعبيه بكياس بعد ما يتلج بهيدي الطريقة. طعمته ما بتتغير وفيكن تستعملوه بكتير وصفات. بتاخدوا مكعب وبتحطوه مثل ما هو بالطبخة. عندي هون 3 ربطات من البيزل الريحان، قمعتهم وغسلتهم، وكتير مهم انكم تنشفوهم. حطيت توم، جبنة البارميزان، عصرة نص حامضة، فلفل أسود وملح، برش حامض. وهون حسيت انه بتحمل زيادة جبنة، سو رجعت زدت البارميزان تشيز وقليت شوي صنوبر وحطيتهم. فيكن تحطوا لوز او جوز، ما ضروري صنوبر. ومنبلش نفرم ونزيد زيت الزيتون، وفينا نمرق السباتولا بالنص لنحصل على هيدا القوام. بيكون البيستو صار جاهز معنا. فيكن تحفظوه بالبراد لمدة أسبوع، أو فيكن مثل ما أنا عملت حطيته بالبايبينج باج وحطيتهم بقوالب سيليكون مثل ما عم تشوفوا على الفريزر لحتى يجمدوا معي. فيكن تحطوها مليانة على الأخير أو نصها حسب الكمية أو حجم المكعب اللي انتو بدكن. وأول ما يتلجوا منشيلهم ومنحطهم بالكيس مثل ما شفتوا بأول الفيديو. وإذا ما بدكن تتلجوهم بتحطوهم بعلبة مثل هيدي وبالبراد بيبقوا أسبوع ما بيصير لهم شي.